السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عشاق الكرة العربية والإفريقية. اليوم موعدنا مع واحدة من أقوى وأشرس القمم الكروية في المنطقة، المغرب في مواجهة الجزائر، ديربي شمال إفريقيا، مباراة تاريخها كرام وجماهير لا تعرف الهدوء. في هذا الفيديو راح نعرف عن موعد المباراة والقنوات الناقلة والتحليل الكامل وأهم مفاتيح الفوز. خليك معنا للنهاية لأن الكلام اليوم مختلف تماما. السلام عليكم ورحمة الله. تتابعونا في قناة محمد الشوافي عن هذه المباراة. مباراة ليست عادية أبدا. نحن نتحدث عن ديربي تاريخي، صراع كروي طويل، بداية مشوار البطولة. الفائز في هذه المباراة يواجه رسالة قوية لبقية المنتخبات، يرفع المعنويات المبكرة، يضع قداما نحو المنافسة على اللقب. أما الخاسر فيجد نفسه تحت ضغط كبير منذ الجولة الأولى. المنتخب المغربي تحت 16 سنة يدخل اللقاء وهو منظم تكتيكيا، يمتلك لاعبين سريعين على الأطراف، قوة واضحة في وسط الميدان، انسجام كبير بين الخطوط. المغرب معروف بالاستحواذ، اللعب الجماعي والضغط العالي، والمدرب يعتمد على غلق المساحات والتحول السريع من الدفاع للهجوم واستغلال الأخطاء بأقل مجهود. منتخب الجزائر تحت 16 سنة فريق مقاتل حتى آخر دقيقة، يتميز بالقوة البدنية، خط وسط صلب، هجمات مرتدة خطيرة. الجزائر تلعب دائما بروح قتالية وضغط بدني عالي وكرات سريعة في العمق. المدرب الجزائري يعرف جيدا إن مباراة المغرب لا تكتسب إلا بالتركيز والانضباط. التكتيك لمواجهة الدقيقة من الناحية التكتيكية، المغرب سيحاول السيطرة على الكرة، الجزائر ستراهن على المرتدات السريعة. الصراع الحقيقي سيكون في وسط الميدان. عوامل قد تحسم اللقاء: من سيسجل أول، استغلال الكرات الثابتة، من أخطاء الدفاع وتبديلات المدربين، مباراة التفاصيل الصغيرة. سيناريو المباراة متوقع أن تكون: 1. مغلقة في البداية. 2. حذر تكتيكي. 3. مشحونة جماهيرية، والأهداف قد تأتي في الشوط الثاني أو تحسم باللقطة الفردية أو خطأ دفاعي قاتل. لا يوجد مرشح واضح، كل شيء وارد في ديربي شمال إفريقيا. والآن نقول لكم متى موعد المباراة. مباراة المغرب ضد الجزائر. المباراة بتقام في 4 فبراير 4/2/2026 الساعة 12 ظهرا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 1 بتوقيت مصر، والساعة 2 بتوقيت اليمن والسعودية والعراق ولبنان والأردن. وطبعا قنوات الناقلة، قنوات الرياضية المغربية، والقنوات الجزائرية الأرضية، والقنوات الوطنية للدولة المشاركة، ومنصات الاتحاد الرسمي للبث المباشر. كما يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر على الموقع الرياضي وتطبيقات القنوات الرسمية ومنصات التواصل التابعة للاتحاد. مباراة المغرب والجزائر دائما تحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا. وفي النهاية مثل ما عودتكم إلى هنا نكون وصلنا لنهاية شرحنا على موعد مباراة المغرب والجزائر. طبعا المباراة بتكون مفتوحة إلى جميع الناس، بتكون في الجولة الأولى من أقوى وأشرس المباراتين التي بيجمع بين المغرب والجزائر. اكتب لنا في التعليقات من تتوقع أن يفوز، هل بتحسمها المغرب أو الجزائر بتغلق
الصفح. ولا تنسى لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل أخبار المباراة أول بأول. ودمتم في أمان الله وحفظه.